السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله كده هنعمل مع بعض سلطة الخضار المشوية بطريقة سهلة وبسيطة جدا والنتيجة تحفة. هنحتاج لفلفل الوان، عندي حباية كاملة من الفلفل الاحمر وحباية من الفلفل الاخضر. الفلفل اللي انا استخدمته ده فلفل حامي. كمان هنحتاج لنص حباية من الفلفل الاصفر. بصلاية وسط كده هنقطعها بالنص، عندي طماطميتين قطعتهم بالنص. كمان هنحتاج لكام فص من الثوم. هندخلهم تحت الشوايه لحد ما يتشووا ويخرجوا بالجمال والحلاوه اللي انت شايفاها دي. شايفه ما شاء الله اللهم بارك، كانت ريحتهم جميله جدا. هنشيل البذر من الفلفل عشان ما يبقاش حامي قوي. كمان لو عندك اطفال ممكن تستغني عن الفلفل الحامي وتستبدليه بفلفل رومي. السلطه دي جميله جدا، تقدري تقدميها مع المشويات، كمان تقدري تعملي بيها مكرونه بتبقى تحفه جدا. في المكرونه الاسباجيتي بتبقى جميله جدا، عملتها معاكم قبل كده على القناه، كانت النتيجه بتاعتها روعه. ان شاء الله كده تجربوها تعجبكم جدا. هناخد الكلام ده كله في الكبه او في المطحنه بتاعه الخلاط اللي متوفر عندك استخدميه مفيش مشكله. هناخد الخضار كده هنضربه ضربتين الاول، وبعد كده هنشوف الاضافات اللي هنضيفها عليه تاني. اتمنى منك لو اول مره بتشوفي قناتي ياريت تشوفي فيديوهاتي وتقيميها، ولو شايفاني بقدم محتوى هادف واستحق اللايك ياريت تعملي لايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. السلطه دي يا بنات كنت مقدماها جنب كفته مشويه، وكمان كنت عامله سندوتشات سجق كانت تحفه. تقدري كمان زي ما قلت لك تعملي بيها مكرونه تقدميها جنب اي مشويات بتبقى تحفه. ان شاء الله كده انا متاكده هتجربوها وهتعجبكم جدا. دلوقتي هضيف معلقتين من البقدونس المفروم، تقدر تستبدليهم بكزبره او شبت المتوفر عندك استخدميه. معلقتين بس ما تكتريش. طبعا الخضره دي انا غسلها كويس جدا وواخده الورق بس وسبت العيدان. هنضربهم ضربتين وهنرجع نشوف هنضيف عليهم تاني ايه. خلاص كده بعد ما ضربتهم هنضيف عليهم معلقتين من الزيت، وكمان هنضيف معلقه واحده بس من الخل. والبهارات عندي هنضيف بابريكا، وكمان هنضيف ربع معلقه من الكمون وربع معلقه من الكزبره. كمان هنضيف فلفل اسود وهنضيف الملح وظبط الملح كويس جدا. هكتب لك البهارات كلها في صندوق الوصف عشان لو حابه ترجعي لها. ودلوقتي هنضيف معلقتين من الصلصه المعلبه بتديها طعم جميل جدا. وخلاص كده السلطه بقت جاهزه معانا، هناخدها نضربها لحد ما ننعمها كويس جدا. ولو احتاجت معاكي ربع كوبايه من الميه ضيفيها مفيش مشكله، لو لقيت القوام بتاعها تقيل ضيفي لها ربع كوبايه من الميه. هنضربها كويس جدا وهنرجع نقدمها مع بعض. وخلاص كده السلطه بقت جاهزه. عايزه اقول لك ريحتها تحفه جميله جدا، ريحه الخضار المشوي وطعمه كان مسكر تحفه كانك حاطه بالظبط عسل نحل فيها. كانت طعمها جميل جدا. وده شكل السلطه بتاعتنا، ان شاء الله اتمنى تجربيها وتعجبك. ولو عجبك الفيديو لايك كتير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وده كده شكل السلطه. طبعا هندخله التلاجة على ما نجهز الكفته، هنزينه كده بحاجه بسيطه من الخضره عشان نكسر اللون. وكده الوصفه بتاعتنا خلصت، واشوفك في فيديو جديد وباي.